حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالى اقول لك بقى، لما يكون جوزك كده متضايق وزعلان من الغلو ومن المصاريف، ان انتي تفكي كده وتخلي الضحكة كده تملى وشه وتقولي له ما تشيلش هم، وتقومي تعملي له حاجة حلوة ومش هتكلفك كتير جدا. تعالي بقى معانا هنا شوية كريم شانتيه، والله كانوا عندي يعني نقول اقل من نص كوبايه. مسكناهم كده ضربناهم كويس بشويه ميه بتلج. وتعالوا بقى هنعمل مهلبيه الكاستر. معايا زي ما انتم شايفين كده كوبايه لبن مع كوبايتين ميه. تمام، ما عندكيش لبن ما تعمليش باللبن، اعمليها بالميه. حطينا كده كوبايه لبن مع كوبايتين من الميه، ونحط بقى 3-4 معالق كده كاستر، وكمان ربع كوباية سكر، يعني نقول 4 معالق سكر. احنا مش عايزينها تبقى مسكرة قوي عشان نعرف كده ناكل منها، ما تبقاش ايه مسكرة قوي. وهنا معايا فانيليا، ونقلب. نفضل كده بقى ايدينا فيها لغاية يما يوصل السمك بتاعها كده مش تقيل خالص، يعني سايل شوية. انا طلعت من التلاجة عندي، لقيت عندي شوية جلاش، وكمان شوية اللهم صل على النبي كنافة، دول فاضلين من رمضان. حطيتهم في علبة وحطيتهم في الفريزر، طلعتهم. ومعايا هنا بقى كده حتة شوكولاتة تكون عندك برضو في التلاجة، دي كانت عندي برضو من رمضان. كل حاجة بلم أي فضلات عندي من رمضان، مكسرات، أي حاجة، زبيب، جوز الهند، كله كده بحطه في علب وفي قلب التلاجة. ياما بحتاج اطلع منه بطلع منه. هنفضل نقلب بقى لغاية ياما الشوكولاتة بتاعتنا دي تسيح. هنا بقى معايا الجلاش زي ما انتوا شايفين اهو، شوية مش كتير بس هيقضوا الغرض معايا. هنحط بقى كده شوية كستر، بصوا السمك بتاعها خفيف مش تقيل خالص. وبرضو معايا شوية كنافة زي العلبة دي كده برضو. هنحط بس كده بقى الجلاش بتاعنا، وهنحط عليه نقول كوباية من الكستر اهو. هنقلب بقى كده الجلاش بتاعنا. عايزه اقول لكم هتطلع احلى صينيه حاجه حلوه هتاكليها في حياتك. ما هو ما فيش داعي ان انت تنكدي على نفسك وعلى جوزك وعلى بيتك، هي كده كده الحاجه غاليه. هننكد على نفسنا الحاجه غاليه، هنفرح الحاجه غاليه، مش هتفرق كتير. فما فيش داعي ان احنا ننكد على نفسنا، ونقوم نعمل كده صينيه حاجه حلوه مع اي عصير عندك، مع كوبايه شاي، مع كوبايه بيبسي، مع اي حاجه هتاكليها كده، مفيش اي مشكله. يلا قومي روقي على نفسك كده وهدي، لان كلنا اعصابنا مشدوده من غلو الحاجه. فمفيش داعي للنكد، ولا تنكدي على بيتك ولا على جوزك. وقومي كده اعملي احلى صينيه حاجه حلوه من فضلات في التلاجة. هنحط بقى الكنافه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، هنفردها في قلب الصينيه. وطلعنا كمان من الفريزر علبه مانجا. هنبتدي بقى نحط كده في الصينية فوق الجلاش. عايزة اقول لكم والله اول مرة اعمل الصينية ديت، وعايزة اقول لكم طلعت خطيرة. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنبتدي نحط الكنافة فوق الصينية بتاعتنا. هنحط بقى قصدي كريم الجانتيه بتاعنا. هنفضل بقى كده حطينا الكنافة وحطينا كمان الجلاش كده. الصينيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين حطيناها في الفريزر كده بس لمده نص ساعه، علشان الكريمه تجمد معانا ما تبقاش سايحه. اي فاكهه عندك بقى. عايزه اقول لك كان عندي 2 أو 3 من الستوفندي اللي مفيهوش بذر ده المسكر. خدت كده قشرت 2، وهبتدي بقى ان انا ازوق الصينيه بتاعتي. الجيش بيقولك اتصرفي. على كام واحدة فراولة برضو كانوا عندي في التلاجة بقالهم 2-3، برضو طلعتهم كده وقطعتهم، وعملنا أحلى صينية حاجة حلوة من شوية كنافة كانوا فاضلين عندي، مع شوية جلاش، مع شوية كريم جانتيه،
وعلبة الكاستر دي ما بتتقطعش من عندي بصراحة من التلاجة، على طول اول ما تخلص بجيبها. هي رخيصة مش غالية، هي تقريبا ب35 جنيه، فمش غالية خالص. فتجيبيها وحطيها في التلاجة، هتنفعك في اي حلويات هتعمليها. احلى صينية حلويات اعمليها، وتلمي كده انت وجوزك وعيالك وتفرجوا لكم على مسلسل، اقعدوا مع بعض اتكلموا كلمة يمين ضحكة شمال، هتبص تلاقي الامور بقت زي الفل. احلى صينية من غير اي حاجة، ما اشتريناش اي حاجة من بره من فضلات التلاجة. جربيها هتعجبك جدا جدا جدا، وسهلة وبسيطة، وعايزة اقول لكم الطعم بتاعها بجد خطير. اتمنى يكون الفيديو النهاردة بتاعي عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.